يقترب أحد أبناء زين الدين زيدان أسطورة فرنسا صاحب الأصول الجزائرية من تمثيل المنتخب الوطني الجزائري في الفترة المقبلة، ويستعد الخضر لاستكمال مشواره في تصفية كأس إفريقيا 2023 في شهر مارس المقبل، حيث يلتقي مع منتخب النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة. ويتصدر المنتخب الوطني الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين أمام تنزانيا وأوغندا على بعد 4 نقاط من النيجر. وكشف الموقع الجزائري في نيك دو فوتبول الناطق باللغة الفرنسية أن لوكا زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان وحارس مرمى إيبار الإسباني يوجد ضمن قائمة اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة المرشحين لتعزيز صفوف محاربي الصحراء في الفترة القادمة. وسبق لهذا الأخير أن مثل جميع منتخبات فرنسا للفئات السنية. وحقق المنتخب الوطني الجزائري نجاحات في ملف مزدوجي الجنسية في الفترة الأخيرة، حيث نجح في إقناع 3 مواهب مميزة، وهي رايان أيت-نوري الظهير الأيسر لولفرهامبتون الإنجليزي، فضلا على مهدي ليريس لاعب سامدوريا الإيطالي، وأيضا فارس شعيبي المهاجم الصاعد لتولوز الفرنسي. وتوجد عدة مواهب أخرى على رادار الخضر، من بينهم حسام عوار نجم ليون وياسين عدلي لاعب ميلان. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.